5 اخطاء بتعملها حتى لو بتتمرن صح منع عليك الزياده العضليه. يلا بينا نخش على الحلقه بسرعه. اول خطأ بتعمله عدم وجود خطة ثابتة او خطة اساسية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تدخل الجيم بتلعب على اللي هواك، بتلعب على اللي جاي في نفسك، يعني مش ماشي بنظام معين او النهارده انا عليا كذا او النهارده انا عليا تمرينة 1 2 3 العب مثلا في الظهر الشكل ده والشكل ده والشكل ده. لا، انا بدخل وبلاقي الجهاز اللي فاضي بلعب عليه او بلاقي التمرينة اللي على هوايا وانا داخلها. لازم ركز على كلمة لازم دي. لازم اقل حاجة تفضل ثابت على الجدول بتاعك بين شهرين ل4 شهور. انا عن نفسي الجدول بتاعي يعتبر داخل في السنه ما بغيروش وبزيد، لان انا عامل جدول مناسب لحالتي وجدول مناسب للعضلات الضعيفه عندي. في فيديو لسه كنت عامله للعضلات عشان تعرف ازاي تطور العضلات الضعيفه وايه الفرق ما بين لما تيجي تطور العضله الصغيره والعضله الكبيره. هتلاقي الفيديو في القناه، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت برضو في الوصف، خشوا اتفرجوا عليها هيفيدكم. تاني خطأ بشوف ناس كتير بتتقل في الاوزان وجسمها ثابت. خطأ كبير، الناس فاكره انها بتتمرن صح، انها بتتقل في الاوزان، بتعتل وتلعب باوزان وتلعب ربع عدة ونص عدة وتتمرجح وما بتلعبش باداء سليم. في ناس هتقول لك طب ما انا بشوف لعيبه جسمهم حلو بيطلعوا باوزان تقيله وبيلعبوا باوزان تقيله وبيحملوا. في حاجه اسمها شو على السوشيال ميديا. الشو ده يعني ده واحد مثلا زي انا او اي واحد بينزل فيديوهات زي دي، ده مش اسلوب تمريني في العادي، ده فيديوهات شو بس جذب انتباه، فيديوهات اللي هو ايه، واحده روشانه كده، فاهمين؟ لكن ده مش اسلوب تمريني الاساسي. اسلوب تمريني الاساسي بيبقى معتمد على التكنيك الصح بيجي وراه الاوزان. يعني انا لو بتمرن ومش بصور عمرك ما هتلاقيني بلعب تبادل بال40 وانا مش بصور. انا معاك مثلا 30 تحت ال 30 ده لما اجي العب باي مثلا. لكن لما باجي اصور فيديو شو كده حته روشانه كده، الواحد برضه كل فتره وفتره كده لازم يدي حته روشانه، اما ادي حته روشانه كده بتصور مثلا بال40 وانا بلعب تبادل كده يعني. تمام. تاني خطأ بقى زي ما قلت لكم، الناس اللي بتلعب غلط لازم تركز على الاداء بتاعك. مش معنى كده ان انا بقول لك تهمل الوزن، لكن التركيز الاكبر بتاعك يبقى على الاداء ويجي بعديه التركيز على الوزن. ثالث خطأ بتعمله ان انت ما بتاكلش كميه اكل كفايه. بمعنى ايه؟ مش الفكره كميه اكل، ما بتاكلش الاكل المناسب. بمعنى ايه؟ يعني انت ممكن تاكل طبق رز قد كده صغيرين ما يكملوش 200 جرام وتحط مثلا عليهم قطعتين صدور فراخ وتحط عليهم حبه سلطه وتعملها 3 مرات في اليوم، انت كده عملت احلى فرق. وممكن تاكل حله رز، تاكل حله ممبار وحله محشي، ما تعملش عضلات. فالفكره انت بتاكل ايه، لازم تعرف اكلك بتاكل ايه، ولازم تدخل اعلى من الاحتياج اللي جسمك محتاجه عشان تقدر تزيد في الحجم العضلي وتزيد في الكتله العضليه. رابع غلطه بتعملوها قله النوم او عدم النوم عدد ساعات كافيه. يعني في ناس تلاقيها بتنام في اليوم بسبب ظروف شغلها او هو نفسه ما بيعرفش ينام عدد ساعات كتير، بينام لك مثلا ما بين 5 ل 6 ساعات. لا، انت كشخص بالغ او شخص بتتمرن لازم تبدا تنام ما بين 7 ل 9 ساعات. وبرده في نقطه اتكلمت فيها قبل كده ان النوم فوق ال9 ساعات برده مضر، زي ما قله النوم تحت ال6 هتضرك زي ما فوق ال9 هتضرك. واحده من العلامات اللي بتقول ان انت بتنام كتير ان ممكن يبقى عندك خمول في الكبد، وفي مشاكل تانية برده النتائج بتاعتها ان الواحد بينام كتير. فانت لو لقيت نفسك ان انت بتنام كتير فوق ال9 ساعات برده لازم تروح تراجع الموضوع ده، باستثناء حاجه واحده، لو انت كنت مطبق او ان انت كنت في يوم مجهد او كده. لكن اذا كان ده باستمرار معاك النوم اكتر من 10 ساعات فانت كده هنا في مشكله ولازم تروح تشوف دكتور او تشوف الحاله اللي عندك دي مشكلتها ايه. تمام. نرجع لموضوعنا. رابع غلطه الناس بتعملها عدم النوم عدد ساعات كافيه، وعدم النوم بالليل. معاك من الساعه 12 للساعه 4 ده الوقت اللي بيتفرز فيه هرمون النمو، اكتر وقت بيتفرز فيه هرمون النمو. مش معنى كده ان انا بقول لك لو نمت بعديه او قبليه ان هرمون النمو مش هيتفرز عندك، بس ما بيبقاش بيتفرز بافضل حاجه. فالافضل ان انت تخلي من 8 ساعات بتاع النوم بتاعك من الساعه 12 للساعه 4. خامس خطا الناس بتعمله الاستعجال على النتيجه. انا بقالي داخل في 4 سنين بتمرن دلوقتي عشان اوصل للمستوى اللي انا فيه دلوقتي،
والحمد لله انا واقف قدامكم بكلمكم في اول القاهره واول جمهوريه كذا مره ورا بعض، وعامل اول ايرون مان، وعامل بطولات كبيره قوي. اللي في كمال الاجسام هيبقى فاهم الكلام اللي انا بقوله ده. بطوله ايرون مان دي اكبر بطوله بتتعمل في مصر يعتبر، من بعد هي واحمد علي اتقل بطولتين بيتعملوا في مصر. انا عامل اول ايرون مان تحت 17 وزن مفتوح، وعامل رابع ايرون مان 19 وزن مفتوح برضه. كنت نازل مع عيال 100 كيلو وارقام غريبه كده، وانا كنت وزن 80 كيلو. الحمد لله عملت رابع معاهم، ونزلت تحت ال 17 عملت اول اوفرول في ايرون مان. تمام؟ يبقى كده خامس نقطه ايه؟ الاستعجال. ما تستعجلش على النتيجه، امشي زي ما انت، ادام ماشي بتتطور كل اسبوعين كل 3 اسابيع، حتى لو تطور بسيط ده تقدم احسن من اللي واقف في مكانه. ادام انت بتتطور حاجات بسيطه يبقى انت كده ماشي صح. السلم مش هتطلعه مره واحده وتبقى فرق، لا هتاخده درجه 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 درجه. بس ودي كانت حلقه النهارده. شوفوا عايزين نتكلم عن ايه الحلقه اللي جايه واكتبوا لي تحت في التعليقات. والبرامج المخصصه التحولات زي ما انتم شايفينها اهي قدامكم، الحمد لله في اقل مده بنوصل لاعلى نتيجه. تحب بقى اديك النصيحه الاخيره في الفيديو ده، سادس خطا الناس بتعمله ان الناس ما اشترتش البرامج المخصصه بتاعتي. انزل دلوقتي ابعت لي تحت هتوصل لك كل التفاصيل، ويلا بينا عشان نوصل لافضل نسخه من نفسك. وبس ما تنساش دوس على زرار اللايك والاشتراك في القناه وشير الفيديو لاصحابك وبس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم بيج محمد، سلام.